سوبر هيرو عربي متكامل. ابو زيد الهلالي ابوه امير بني هلال، ما جالوش ولد لسنين، فزوجته شافت طائر اسود فدعت يجي لها ولد زيه، فاتولد ابو زيد اسود ومرفوض. والبدايه المأساويه عنصر مهم في قصه الابطال. قدام لما زوجة ابو زيد هتتخانق مع واحده على الميه، هتقول لها الواحده دي يلا يا عشيقه عبدنا. ابو زيد هيعيش يثبت نفسه بشجاعته ومهارته في الفروسيه والقتال، لكن الاهم حيله في التخفي. كان بيصبغ بشرته 7 صبغات ويتقن 7 لغات بلهجاتهم. قصته اتحكت في سيره بني هلال، ودي ملحمه حكت عن هجره قبيله بني هلال من الجزيره العربيه لبلاد الغرب. لما اثرهم ملك فارسي هيتنكر ابو زيد في هيئه درويش اجنبي ويلبس طيلسان ويكلم الملك بلغته فيخدعه وينقذ قبيلته. يدخل اراضي العدو متنكر في جلود حيوانات زي الثعالب والبغال، وفي معاركه حدث ولا حرج فيجبر سادات القبيلة ينشدوا له اليوم قد أتانا عزنا وحمانا. عنده معرفته الكبيرة بالكيمياء والفيزياء والأدب والأديان. لما يتحدى يهودي صاحب قلعة في فلسطين ويسأله كم طير نزل بالكتاب العهد القديم يعني، هيقول له 9: الذباب والنمل والنحل والأبابيل والجراد وطير عبس اللي هو الخفاش والغراب والهدهد. القوة دي هتخلي المنظرين يقولوا إن ده مستحيل يبقى شخص واحد، ده بطل أسطوري مستوحى من شخصيات كتير، لأن السيرة الهلالية مش قصص موثقة تاريخيا، لا دي تراث شفوي بيتغنى على الربابة من جيل لجيل، فيها مئات الآلاف من الأبيات وبيزيد عليها زي إلياسة الإغريق. هجرة بني هلال فعلا حصلت، لكن السيرة ما كانتش منصفة. أهل المغرب العربي أحيانا بيتهموها إنها قلبت الحقائق وإن الهلاليين كانوا غزاة، لكن أيا كان هو ده التاريخ، دايما بينحاز للي بيحكي أفضل وصوته أعلى وأحلى. أنا أحمد صالح بفكك التاريخ الشعبي وأرجع الحكايات لأصلها.